بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تحياتي لكم جميعا أصدقائي الأعزاء. طبعا النهاردة هتكلم نبذة كده مختصرة تكملة للفيديو اللي فات، لأن أنا حسيت إن الفيديو طول مني شوية أو كبر مني شوية، فاضطريت إن أنا أقفل على حتة معدل التحويل. ففي شوية حاجات كده، معلومات بسيطة كده هقولها لكم برضو عشان تعرف العجل ده معدل تحويله بيمشي ازاي. زي ما قلت انا قبل الفطام العجل بيحول 8 من 10 كيلو جرام لكل يوم. ده العجل كويس اللي هي سلالته حلوة، اللي هو بيور ب 82% او 8 من 10، يعني 800 جرام في اليوم. ده معدل التحويل اللي اسمه الاي دي جي. الاي دي جي اللي هو معدل التحويل اليومي. طبعا وزن الولادة زي ما قلت بيأثر كتير في معدل النمو. في العجل اللي بيتولد زي ما قلنا 34 كيلو، غير اللي بيتولد 40 كيلو، غير اللي بيتولد 60 كيلو 50 كيلو. مفيش اكتر من 50 كيلو بيتولد. طبعا بيبقى فيه تدرج في معدل النمو، واعلاها طبعا اللي هو وزنه 50 كيلو في معدل التحويل. فقلنا الولادات الاولى او الامهات اللي هي لسه بكاره، او العجلات البكار اللي هي اول ولده، طبعا معدل تحويل الجنين بتاعها او المولود او العجل اللي بيتولد بيبقى وزنه قليل، فتلاقي معدل متوسط النمو اليومي اقل. لو قلنا في عجل وزن الولاده بتاعه 34 كيلو، 34 كيلو ده فوق وزن الولاده. عند عمر اسبوعين بيوصل 40 كيلو، عند عمر 4 أسابيع بيبقى 45 كيلو، عند عمر 6 أسابيع بيبقى 52 كيلو، عند عمر 8 أسابيع بيبقى 61 كيلو، عند عمر 10 أسبوع بيبقى 69 كيلو. ده زيادة 400 جرام في اليوم. قلنا دي اللي هي الأمهات الأول ولدة ليها. أو العجل اللي هو وزنه 34 كيلو مولود لسه عمر يوم النهاردة، بعد 10 أسابيع بيبقى وزنه 69 كيلو، وده معدل نمو يومي او معدل زياده يوميه 400 جرام في اليوم. نيجي للعجل اللي وزنه مثلا 36 كيلو، شفت يعني فرق كام؟ فرق 2 كيلو. ده بيوصل بعد 10 اسابيع ل 84 كيلو. النمو اليومي بيبقى 6 من 10 او 600 جرام في اليوم. فطبعا وزن الجنين ساعة الولادة بيفرق كتير جدا في معدل او متوسط النمو اليومي. كل ما زاد التغذية على البروتين، كل ما معدل التحويل بيزيد. كل ما زودت علفة البروتين بتاعتك كل ما زاد معدل التحويل. اللبن المبستر قلنا 100 مرة، اللبن اللي الناس اللي بتشتغل على اللبن الصناعي لازم تغلي المية كويس وتسيبها تبرد عند حرارة 38. ده طبعا اسمها البسطرة بتاع اللبن، مش بنفس الفكرة بس على الأقل خالص انك انت بتقتل الميكروبات، لان اللبن الهول ميلك او اللبن الكامل اللي انت بتديه بالبكتيريا بتاعته بيأثر في متوسط النمو اليومي للعجول. العجل اللي بياخد لبن مبستر غير العجل اللي بياخد لبن من غير بسطرة، طبعا بيأثر في معدل النمو اليومي بتاعه. يبقى قلنا العجول اللي بتتولد لأمهات أول ولادة وأوزان ولادة ضعيفة بيكون أقل معدل تحويل. العجل الفردي أكتر معدل تحويل من اللي بتولد توأم أو جوز، يعني اللي بتولد 2. اللي بتولد عجل واحد معدل تحويله بيبقى أعلى من اللي بتولد 2. في اختبارات طبعا بتتعمل على البراز بتاع العجول، حاجة اسمها الكريبتس بوروديوم، ده تحليل براز، والجارديان. العجول اللي بيبقى فيها الحاجات ديت بتبقى معدل نموها اقل. العجول الخالية من الامراض بيبقى معدل تحويلها اعلى. يعني العجل اللي صحته جيدة خالي من الامراض بيبقى عنده معدل متوسط نمو يومي اعلى. قلنا لما تحط الوضع الجش تحت العجول الرضيعة ديت وتنظف له من مكان ده بيخفف الحمل الميكروبي او الحمل، سواء كان بكتيريا او فيروس، بيخفف الحمل الفيروس او الميكروبي في المكان، ويبقى الحيوان بصحة جيدة، فتلاقي معدل تحويله بيبقى اعلى. طبعا زي ما قلنا قبل كده ان العجول في عمر عموما يعني تكتسب العجول وزن اكبر عند اتباع وجبات غذائية ذات نسبة بروتين عالية. قلنا ان نسبة البروتين ممكن تزود معدل التحويل، لكن الطاقة تديك وزن بس على مدى
اطول، على مدى اطول. هنتكلم طبعا في ناس اللي بالنسبه للفطام، يعني بالنسبه للفطام في ناس بتفطم على 90 كيلو، في ناس بتفطم على 90 كيلو. او القاعده الثانيه اللي احنا قلناها، لما العجل يقدر ياكل كيلو علف في اليوم، انت ممكن انك انت تخليه تفطمه لما يقدر ياكل كيلو علف في اليوم. ايهما اقرب بقى، وصل 90 كيلو الاول او كل تقريبا بيبقى نفس الوزن 3 شهور كده، على 3 شهور بيبدا يوصل لل 90 كيلو ان شاء الله. فبتلاقي الامور وضحت قدامك. يعني طالما العجل بدا ياكل، افطم، بس افطم تدريجي مش مره واحده. في ناس كتير بعتت لي عايز دراسات جدوى عن الاغنام. انا بصراحه دراسه الجدوى دي يعني مجرد ما اعملها النهارده، تاني يوم تلاقي الاسعار اتغيرت. فما رضاش بصراحه، ما برضاش اعمل دراسه جدوى تاني. ناس كتيره يعني قالت لي الاسعار دي مش موجوده، ما فيش الكلام ده دلوقتي. طبعا كل يوم في سعر، واديكم شايفين الدنيا ماشيه ازاي، النهارده بسعر، بكره بسعر، حاجه غريبه الشكل يعني. فدراسات الجدوى هحاول ان شاء الله ان قدرت اعملها للاغنام هعملها لكم، لكن حطوا في الاعتبار انه كل ساعه في سعر. في ناس بقى سالتني على موضوع امتى اشتري وامتى ادخل دورة تسمين. زي ما قلنا نخلي بالنا من موضوع الغش اللي بيحصل، ان صاحب الحاجة بيروح قبل ما يروح السوق بالليل، بيروح موكل الحيوان أكلة علفة دسمة، ويروح حاطط عليها ملح طعام. يجي العجل يشرب مية كتير، يروح السوق تلاقي بطنه مليانة وإيه، ويوزن معاه. بعد ما يروح عندك تبص تلاقي إيه، حصل إسهال شديد، والعجل يروح خاسس النص على طول. دي طبعا أنواع من أنواع الغش اللي بتحصل في السوق، طبعا دي موجودة إلا من رحم ربي طبعا. فالحاجة التانية ان هو مثلا يكون مأكله خضار كتير، وبرضه يكون بطنه مليانة اكل، وانت تتغش. ما تدورش على الكرش، يعني الحيوان ابو كرش ده ما بيرميش لحمة ابدا. يعني خليك في الحيوان اللي هو صدره عريض وكفله كده، الفتحة بتاع الخلفية واضحة، خشب عالي، ده العجل اللي انت تختاره صح. في مواسم طبعا ان انا ما اروحش اشتره، بس في مواسم لشراء العجول. يعني في 3 مواسم ممكن تبدأ منهم دورة. أول دورة هي أحسن دورة، اللي هو الموسم اللي هو من نص شهر 4 لحد نهاية 5. ده الموسم الأول من نص 4 لنهاية 5. طبعا ده بعد نهاية موسم البرسيم بتبدأ الناس تبيع العجول اللي هي وزن 200 كيلو 250 كيلو. الناس طبعا عندها عليها ايجار، عليها فلوس هتسددها، فتلاقي الناس ايه بتستغنى عن العجول اللي هي وزنها قليل 200 كيلو 250، وهي دي احسن عجول بتوصل. معدل التحويل ممكن بيبقى كيلو في اليوم. دي احسن موسم انك انت تشتري فيه. الموسم الثاني اللي هو موسم شهر 9 و10، طبعا ده بعد نهاية الذرة والضراوة. طبعا العجول برضو بتبقى معدل التحويل فيها بيبقى 800 جرام حسب الاكل اللي انت هتاكله. الموسم الثالث خلال شهر 2 برضو في تلاقي التكاليف بتكون اعلى شوية، لان انت بيبقى دخلت في موسم البرسيم، فبتلاقي كل شغلك على علف المركز. ممكن الدريس بيبقى لسه ما توفرش. عموما كل حاجة دي بإيه، نجاح عملية التسمين يعني بتعتمد على كذا حاجة، مش على حاجة واحدة بس. انك انت تختار العجل المناسب، الرعاية طبعا، الرعاية والمقاومة للأمراض، تعرف نوع التسمين المتاح، ايه اللي انت عايز، مستورد، عايز خليط، نوع العجول يعني، صفات الحيوان، واقتصاديات التسمين. في حد اقصى للتسمين في كل نوع، كل نوع له حد اقصى للتسمين. لو قلنا مثلا البلدي، الحد الاقصى للتسمين بيبقى من 350 ل 450 كيلو. بعد كده بيبقى تسمينه بخسارة. المستورد من 450 ل 500 حد اقصى، عشان خاطر برضو قلت بعد كده بيبقى بخسارة. لان انت العجل لو اديته اكتر من 8 كيلو علف في اليوم، هتلاقي معدل التحويل بتاعه مش هيجيب معاك التكلفة اللي انت بتديها له. فعشان كده ببيعه افضل عند الوزن ده.
يعني ايه اقتصاديات التسمين؟ اللي هو امتى ان انا ادي العجل علف ويديني لحم اكتر من تكاليف العلف اللي انا بعلفها له او الرعايه البيطريه او الادويه. المهم يكون عندي في فائض ربح بالحساب بالورقه والقلم. في حاجه دي اسمها اقتصاديات التسمين. لازم اكون عارف اقتصاديه التسمين عندي، ما افضلش اعلف وبس زي ما كانوا بيعملوا اهلنا زمان. يفضل العجل عنده 4 سنين ولما يطلعوا 400 كيلو يبقى كده حاجه ايه، فرح عنده، بالنسبه له ده فرح. فده طبعا مش صح طبعا ان انا افضل ااكل في الحيوان وفي الاخر يبقى ما يدينيش وزن، يعني دي بخساره اقتصاديه. طبعا اخر حاجه هتكلم فيها قلنا اللي هو التحويل. هديكوا يعني مجمع كده او حاجه كده تخلوها ثابته عندكم بالنسبه لمعدل التحويل في العجول من اول الفطام لحد ما انت تطلعه وزن 400 كيلو. طبعا اللي وزنه 100 كيلو لحد 200 كيلو بيزيد من نص كيلو ل 700 جرام. من نص كيلو ل 700 جرام اللي هو وزنه 100 كيلو. اللي وزنه 200 كيلو لحد 300 كيلو بيدي من 700 جرام ل 900 جرام. اللي وزنه 300 بيدي من 900 جرام لكيلو. اللي وزنه 300 من 900 جرام لكيلو. اللي وزنه 400 بقى من كيلو 100 لكيلو 300. وبرضه حسب السلالات، يعني انت لو عندك حاجه سيمنتال بيور غير البلدي غير الخليط. لكن ده الخليط الوسط اللي هو عند ال 100 كيلو بيديك من نص ل7 او من 500 جرام ل 700 جرام. ال 200 كيلو بيديك من 700 جرام ل 900 جرام. 300 بيديك من 900 لكيلو في اليوم. ال 400 كيلو بيديك من كيلو و100 لكيلو 300. وزي ما قلنا احسن ميعاد للبيع للعجول الخليط وزن 450 كيلو. يعني انت كراجل فلاح في بيتك عندك 5-6 عجول، ما تخليش العجل يوصل عندك لاكتر من 450 لكذا سبب، مش حتى الاقتصاديات بس، لا، سبب ان في تجار ما بيحبوش الاوزان العاليه. يعني في تاجر يحب الوزن 450 كده بيجيب معاه كويس ويطلع معاه ويخلصه بسرعه. ممكن ال 50 كيلو الزياده دي تفرق معاه، يقول لك لا ما تلاقيش تاجر ياخده. فال 450 دي مطلوب من كذا تاجر او من كذا حد. فاتمنى طبعا يا رب تكونوا استفدتوا معلومه من الفيديو ديت، وان شاء الله هنكمل مع بعض معلومات دايما باذن الله. كل ما الاقي حاجه قدامي كده كويسه، وانتوا اللي بتدوني المفاتيح وانتوا اللي بتسالوا الاسئله، فكل حد بعت لي سؤال انا برد عليه ان شاء الله على التعليقات. وباذن الله هنعمل حلقات كتيره عن كل الموضوعات اللي انتوا بتسالوا فيها دي ان شاء الله. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.